الانيميا مش دايما نقص حديد، اوقات بتكون انذار لشيء اخطر. مريض عنده 68 سنه بيخس بشكل مرعب، انيميا حاده لدرجه النهجان، دم خفيف في البراز. التشخيص المبدئي عند اغلب الناس ممكن يكون ورم في القولون، فبالتالي بعتوه يعمل منظار قولون. النتيجه طلعت عنده جيوب في القولون. الدكتور قال له خد حديد والموضوع بسيط، لكن الحقيقه الموضوع كان اكبر من كده بكتير. الموضوع مش مجرد نقص حديد. المريض جالنا بعد ما فقد الامل تقريبا، انيميا مش بتتحسن، وزن بينزل. هنا كان لازم نقف. الطب مش مجرد احتمالات، الطب بحث واستسقاء. القاعده بتقول طالما في دم خفي وانيميا غير مفسره لازم اعمل معده وقولون، مش قولون بس. لما عملنا منظار المعده لقينا المفاجاه دي، ورم كبير جدا في المعده واخد مساحه ضخمه من المعده. هو ده المصدر اللي بيسحب دم المريض ويحرمه من صحته. الورم شكله كان غريب وغير تقليدي، وده اللي خلانا نركز اكتر في كل تفصيله عشان نقدر نساعده صح وناخد العينات من المناطق الصح. الدرس هنا لكل مريض ولكل زميل، لو في دم خفي في البراز وانيميا غير مفسره لازم نعمل الاثنين، منظار المعده ومنظار القولون، لان احنا مش ضامنين المصدر منين، هو من المعده ولا من القولون. وما تديش فيتامينات الا لما تتاكد من السبب، وخصوصا لو المريض فوق 45 سنه. فقدان الوزن المفاجئ والانيميا مش حاجات نستهين بيها. لو عندك حد من اهلك بيعاني من الاعراض دي ما تكتفيش بانصاف الحلول، التشخيص الصح هو اول خطوه في طريق الشفاء. ابعت الفيديو لحد من قرايبك بيعاني من المشكلتين دول.